هاي يا بنات، في الفيديو النهاردة انا جربت شوية حاجات كده. بصراحة حلوة وان شاء الله تعجبكم. من اكسسوارات عندي في البيت، عملت اعادة تدوير لحاجات، ظبطت حاجات كانت شوية شكلها زهقت منه، مثلا حاجات في اللبس او كده، حاجات كانت بايظة كانت متقشرة. حبيت اعمل التجربة دي وبصراحة نجحت، فحبيت ان انا اشارككم. اول حاجة جبت الاكسسوار ده، كان هو لولي كده كله زي ما انتوا شايفين كده، ومش بستخدمه خلاص بقالي فترة كتير يعني. فجت في بالي الفكرة دي، الجاكيت الجينز اللي وريتهولكوا في الاول ده. طبعا انتوا شايفين الفرق بين ان هو بعد ما حطيت عليه اللولي، تخيلوا خدت الاكسسوار ده، وهقول لكم ازاي دلوقتي حطيته عليه. وبصوا يعني ادى شياكة بشكل خطير. كمان ممكن تعملوا الفكرة بكذا شكل، ممكن تحطوا اللولي ده كله على الظهر، بيبقى حلو برضو قوي. ممكن على الكتف كله. شايفين الفرق بين شكله هو قبل وبعد؟ فهوريكم الخطوات باختصار شوية، عشان هوريكم كذا حاجة النهاردة في الفيديو. جبت اللي هو الاكسسوار ده زي ما قلت لكم، وهبتدي ان انا اقصه. ومش هستخدم الشمع، يعني مش بفضل قوي الشمع على اللبس، بحسه بيفك مع الوقت وكده. فهستخدم الخيط والإبرة عادي خالص، بالطريقة العادية خالص، يعني هاند ميد. يعني قعدت اشتغلته هاند ميد كده. كل يعني خرزة لوحدها. هنا كنت عملت شوية على الحتة اللي فوق، وكمان كنت عملت شوية على الكتف اللي هو ده، ولسه بكمل. استخدمت طبعا الإبرة بشكل عادي خالص. وبعد كده ويعني فضلت ان انا اعمل واحدة واحدة وهكذا. يعني الموضوع بياخد شوية وقت بس مسلي بصراحة. النتيجة في الاخر كانت بصراحة تحفة، واداله كده خلاه ان هو جاكيت قايم. لو عندكم حاجة مليتوا منها، مش لازم لولي، لو عندكم بيبقى فيه ساعات اكسسوارات كده خرز وحاجات اكسسوري كده، بتبقى باشكال مختلفة يعني. وعامة اللولي ده اصلا موجود في اي مكان، يعني تقدروا تشتروه لو مش عندكم. الفكرة التانية وهو المصحف ده، زي ما انتوا شايفين، بصوا هنا بعد. في الاول قبل كان مقشر عارفين المصاحف اللي كانت طالعة موضة وبتبقى الوان وكده، ازرق وفوشي مش عارف ايه. فطبعا انا كنت جايبة واحد، فمع الوقت هي الماتيريال بتاعته عاملة زي كأنها جلد كده. فهوريكم دلوقتي اتقشر، يعني لوحده كده اتقشر. عملت له فكرة قبل كده بالنيل بولش، حطيت عليه جليتر كده. نيل بولش كان فيه جليتر شفاف كده، بس ايه مع الوقت برضو فضل يتقشر الجلد، بصوا فشكله مش حلو. فطبعا حبيت ان انا اعمل فكرة. ازاي عملته بقى؟ بالفكرة اللي وريتها لكم في الصورة اللي فاتت دي. شايفين شكله عامل ازاي؟ بصوا يعني مفيش اسهل من كده. الفكرة سهلة جدا جدا. بصوا القماشة دي شكلها كان حلو بصراحة، فحبيت ان انا اعملها. خدتها وظبطت المقاس، قصيت الشكل على حسب الحجم وكده، وسبت حتة زيادة من الطرف هنا وهنا. جبت مسدس الشمع. لو ما عندكمش الشمع ممكن تستخدموا الصمغ اللي بيبقى موجود الابيض ده. اسمه بيسموه غيرة، وليه كذا اسم يعني. خلاص ممكن الامير، ممكن كذا، اي يعني اي نوع، لازم مش لازم الشمع تحديدا. فهي دي قطعة القماش. وممكن انتوا نفس الفكرة بطرحة مثلا قديمة، بحاجة مقطوعة شكلها حلو، وتقصوا الحتة اللي مش حلوة وتاخدوا بقى الكفر وتعملوه كده. بصراحة بصوا يا جماعة، بصوا شكله ازاي بقى. بصراحة تحفة، يعني شكله اختلف خالص. شكل القماشة حلو جدا، بس لزقت الأطراف. وخدت الصفحة البيضة من نهاية المصحف، والصفحة البيضة من بداية المصحف. بعد لما خلصت خلاص لزقت الأطراف، حطيت الصفحة البيضة دي لزقتها عشان أغطي مكان اللزق الشمع وكده، فاهمين؟ فبقى ده شكلها. بصوا اهو، خدت الصفحة البيضة دي اهي في الآخر لزقتها بقى برضو تاني من الأطراف كده، علشان الفينش يبقى شكله حلو. عجبني قوي الموضوع ده. بصراحة فكرة حلوة جدا، تقدروا تصلحوا بيها مثلا لو عندكم مصحف متقشر زي ده، بما اننا كلنا اصلا اشتريناه ساعة لما كان نازل موضة.
والفكرة اللي بعدها وهو السماعة دي سماعة طبعا ممكن تكونوا عارفينها كلكم، وهي بتستخدم، هي سماعة بلوتوث بتتحط على الموبايل، على اللابتوب، على اي حاجة، وبتقدروا تشغلوا عليها مزيكا، قرآن، ايا كان، بتعلي الصوت عشان لو صوت اللابتوب واطي، ايا كان. بصوا بقى قبل وبعد. طب انا ليه اصلا غيرتها؟ هقول لكم. برضو الخامة اللي معمولة منها مع الوقت، هي بقالها كذا سنة عندي شغالة وكل حاجة، بس مع الوقت بصيت لقيت اللي هو اللون الأحمر ده أو الأورنج يا بنات بيلزق كده، بقت المادة كده زي كأنها ساحت كده وبقت بتلزق، فمش حلو أبدا. فطبعا حبيت ان انا اظبط الملمس والشكل كمان. جبت النيل بولش الاسود عادي خالص، اي مانيكير عندكم لونه اسود او اي لون، مش لازم اسود يعني اللي انتوا تحبوه، بس انا عملت الميكس ده بين الاسود وبين الجليتر اللي هو الجولد. بصوا عملت ايه بقى. جبت طبعا النيل بولش، قعدت ان انا احطه بقى على المكان كله وكده، واغطيه بالبراش زي كأننا بنحط نيل بولش عادي خالص. وهكذا حاولت اظبط في الاطراف عشان يبقى شوية شكله حلو كمان. قبل ما ينشف بقى رشيت عليه الجليتر ده، شكله كان تحفة. سبته ينشف طبعا خالص. بص بقى النيل بولش اللون الفوشيا القمر ده ممكن اعمل بيه ايه يعني؟ افكار من النيل بولش، يعني كلنا عندنا قد كده نيل بولش في البيت، الوان ممكن تكونوا مليتوا منها مش بتستخدموها قوي. فدلوقتي هوريكم. كان عندي مج اتقشر الحاجات بتاعتي كلها اتقشرت، انا كنت مجمعاهم كلهم كده، اتقشر من بره الشكل اللي كان عليه. فجبت النيل بولش الفوشي ده، حسيته لونه حلو ومبهج كده، والمج نفسه كان ابيض، فحسيت ان هيعمل ماتشنج كده حلو، وحطيته عليه بشكل عشوائي. ممكن انتوا بقى ترسموا قلوب، ممكن تعملوا حركات يعني، لكن انا حبيت الشكل ده. مسكت الازازه كده ومن الجنب فضلت ان انا ماشي بشكل عشوائي كده، وطلع شكله حلو جدا جدا. سبته ينشف وبعد كده استخدمته عادي. بصوا بقى السليبر ده، شايفين؟ ده يا جماعه انا بموت فيه، مريح جدا، مش بيوقع خالص في الميه. لو استخدمتوه في التواليت او حاجه بتلاقوا ان هو بيلزق كده في السيراميك في الارض، ومريح بشكل. بس طبعا بصوا اتقشر وشكله بقى مش حلو على الرغم ان هو لسه جديد. ف يعني مش من زمان عندي يعني، فقلت ان انا اظبطه. بصوا ده بعد، شايفين؟ كأنه اصلا سليبر تاني وشكله حلو جدا بصراحة، عجبني. من نيل بولش برضو اهو. بصوا طبعا انا اخترت اللون الاخضر، حسيته هيبقى ماتشن كده مع الالوان المشجرة اللي كانت في الجنب كده، ازرق واخضر وكده، فحسيته اوكي هيبقى حلو. فطبعا حطيت النيل بولش، مفيش اسهل من كده، ولا ادوات كتير ولا تفاصيل كتير ولا اي حاجة. وطبعا سبته بقى ينشف، وبعد كده خلاص اقدر استخدمه. بس يا حلوين، باي باي.